طيب بص كده معايا بكل بساطه، الكامب ده عباره عن ايه؟ عباره عن 10 ايام هيكون فيهم شرح لاقوى المجالات واعماقهم اللي انت ممكن من خلالها تقدر تجيب فلوس محترمه، تقدر تشتغل شغلات نظيفه كويسه بره مصر، جوه مصر، في الوطن العربي، في اي مكان، من بيتك وممكن من الشركات. طيب واحده واحده بقى معايا. هنتكلم عن مجال الويب ديفلوبمنت اللي هو برمجه المواقع. هنتكلم عن مجال الابلكيشن ديفلوبمنت اللي هو الموبايل ابلكيشن، تعمل تطبيق على التليفون. هنتكلم على مجال الديسكتوب ابلكيشن. هنتكلم على مجال الاي اي، وجوه الاي اي هنتكلم عن الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والداتا ساينس. هنتكلم على مجال الديف اوبس، لا ما تكتبش ورايا دلوقتي. هنتكلم على مجال البلوك تشين وعلاقته بالويب 3 اللي هو الاصدار او الشغل اللي بقى هيجي في المستقبل عن الويب ديفلوبمنت اللي هو احنا شغالين عليه دلوقتي، هو الويب 2. وهنتكلم على مجال الديجيتال ماركتنج ومجال اليو اي واليو اكس. دول بالمسميات باللغه الانجليزيه، ما فيش منهم مشكله، هنتكلم على كل مجال منهم بالعربي بالتفصيل ونوضح كل حاجه فيهم. طيب واحده واحده بقى. انا مثلا هتكلم على مجال الويب في يوم. طيب لما اتكلم عن مجال الويب انت محتاج تعرف ايه؟ اول حاجه معناه ايه؟ معنى المجال ده ايه؟ هيطلعني ايه في الاخر؟ محتاج اعرف الخريطه بتاعته، اذاكر ايه 1 2 3 من الصفر لنقطه رقم 10 بالتفصيل. تالت حاجه محتاج اعرف ايه المتطلبات اللي انا عشان من خلالها اقدر ابدا في المجال ده او لا. رابع حاجه ان انا ازاي اقدر اجيب فلوس من المجال ده سواء كانت فريلانس او كانت في شركات. يبقى دول اهم 4 نقط عندي انا هتكلم عليهم. خامس نقطه ودي اللي هتبقى في لايف لوحدها، انه ازاي تبني سي في وازاي تعمل لنفسك واجهه كده او بورتفوليو من خلالها تقدر تقدم على شغل. دول الحاجات اللي هتشمل يعتبر ايه الكامب بتاعنا. هتيجي في اخر يوم في الكامب هتكون عرفت المجالات كلها. ولو انت قلبك جايب مجال معين وداخل تسمع عنه، وطبعا احنا نسينا نتكلم نقول ان احنا نتكلم عن مجال السايبر سكيورتي في او الامن السيبراني في المجالات اللي احنا هنتكلم عليها. لكن المهم ان انت تخرج من الكامب ده عندك معلومات كافيه ان انت تقدر تبدا اي مجال من دول، تعرف الخريطه بتاعته، المتطلبات بتاعته، انت قادر على ده ولا لا. مش لسه هتقطع شوط سنه ولا 6 شهور في مجال وتبدا تكتشف بعده هو مجالك ولا لا. طيب زياد اديني دقيقتين وهخليك تفتح من على اللاب دلوقتي، هبعت لك السكرين شوت على الجروب دلوقتي حالا. دقيقتين بس. طيب فدلوقتي كل اللي انا طالبه منك ان انت ورقه وقلم، مفيش مشكله تجيبها، تعرف الخريطه اللي انا هشرحها، تعرف الكلام اللي انا هقوله. لو انت شايف ان امكانياتك هتسمح لك، وقتك وظروفك معيشتك والحاجات اللي عندك كلها، معاك لاب ولا لا، معاك شهاده ولا لا، حسب تعليمك مش عارف ايه، وتقيس على المجال اللي انا بشرحه لك، وتقرر في اخر يوم في المعسكر انك هتبدا مجال من دول، او تحس مثلا ان كل المجالات دي مش هتنفعك فتبقى قررت وخرجت من دماغك المجالات دي كلها برضه. يعني ممكن وممكن 50-50، بس ان شاء الله تلاقي مجال مناسب من المجالات دي كلها. طيب نقطة كمان، انا دلوقتي لو انا حابب اشتغل في شركة محتاج اعرف انا هشتغل في شركة الدنيا ماشية ازاي جوه. هجيب لك ناس شغالة في شركات تعرفك او تقول لك الدنيا شغالة في شركات ازاي. ولو انت في الفريلانس انت معاك العبد لله وكذا حد هطلعه لك اشتغل فريلانس اونلاين عموما يوضح لك الفكرة دي عامة، بحيث انه تختار المجال اللي انت عايزه وتبقى عارف هتجيب منه فلوس برضو ازاي. طيب المعسكر عبارة عن يوم ويوم. النهارده هشرح يوم الاحد، يبقى انا هشوفك يوم الثلاث، يبقى انا هشوفك يوم الخميس، بس مش هشوفك 2 و4. طبعا انا نفسي اشوفك كل يوم، بس هو هيبقى يوم ويوم بحيث ان انت ترتاح وتدور برضو ورايا وتشوف المجال ده مناسب ليك ولا لا. احب اقول لك حاجه كمان، لو انت قررت انك هتبدا في المجال رقم 5 اللي هنتكلم عليه في اليوم الخامس، من وجهه نظري لو انت مؤمن بيه 100% وقررت خلاص، انا من وجهة نظري انك ممكن توقف وما تبصش على المجالات اللي بعد كده. لو انت لسه مش مؤمن بالمجال 100% ومش متأكد 100%، بص خد نظرة على بقية المجالات،
حتى لو حسيت ان المجال ده هو الاقرب ليك. ليه؟ يمكن لعل وعسى انك تصبر يوم او يومين يفتح لك فعلا مجال تاني يبقى هو ده سبب الرزق ليك في كل حاجه. طيب المحاضرات هتتسجل، هتنزل فين؟ بعد المحاضره دي ما تخلص، بنخلصها لايف، هتبقى دلوقتي هي مسجله، يعني احنا دلوقتي بنسجل. طول ما انت شايف عمليه التسجيل فوق هنا كده عماله تعمل علامه ان انا بسجل عمليه تسجيل ريكوردنج، يبقى انا كده بسجل. اول ما تشوفها مش بتتعمل فكرني وقول لي هندسه انت مش بتسجل. المحاضره دي هتنزل فين؟ على الجروب المغلق اللي انت فيه، وهعمل لك جروب مفتوح بعد ما نخلص المحاضره دي، بحيث ان انتوا لو عايزين تتناقشوا مع بعض وتتعاونوا في حاجه او تاخدوا اراء بعض في حاجه مفيش فيها مشكله. ضن في الشات لو وصل لك الفكره العامه بتاعه المعسكر لحد دلوقتي. وكل جزئيه هتكلم عليها اعمل لك ستوب ريكوردنج عليه دلوقتي كده اهو.